السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو بسيط وهو البرجر. هو عباره عن ايه؟ بصليه مبشوره، طبعا عصرتها، وهناخد التفل بتاعها بس، وهنحط الميه اللي هتنزل منها في قلب الطبق اللي فيه ميه الفول الصويا. اهي كده خدنا التفل بس، وطبعا هنحط اللحمه عليها والتوابل. عبارة عن ايه؟ ملح وبابريكا وبهارات ومعلقة بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل فلفل اسمر وكاري، ودي معلقة بيكنج باودر. لازم تحطش معلقة البيكنج باودر عشان تخليه هشش كده وايه وعالي وما يكشش معاكي، ودي معلقة كزبرة تديله ريحة. وده فول صويا، كوباية فول صويا على نص كيلو لحمة، المج العادي اللي انت بتشربي في الشاي. وطبعا بتنقعيها وتصفيها من الميه بتاعته، وتاخديها برضو مع ميه البصل زي ما انا عامله كده، تحطي عليها حبه زيت صغيره، وهوريكي تعملي بيها ايه. كل المكونات دي، واخر حاجه هي معلقه الصلصه، هناخد نصها نحطها على اللحمه، والنص التاني هنحطها برضو في الميه اللي هي ايه حاطينهم على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والنص التاني على البرجر بس كده. وهنتعب كل المكونات دي مع بعض اهو يا حبايبي. بعد ما عملت كل المكونات على بعض، ودوت منظر الغطا اللي انا هشكل فيه اي حاجه، غطا بطرمان، غطا اي حاجه تعملي فيه طبق صغنن. تاخدي حته العجينه بتاعه البرجر، وتقومي جايبه شنطه فاتحاها وحاطه نصها في قلب الغطا، والنص التاني تقومي جايباه عليه كده وتشكلي بيه وتضغطي جامد. وهوريكي شكلها بعد ما اتعملت، وهعمل معاكم واحده تاني ان شاء الله. بصوا كده تطلع بسهوله معاكم كده. وده شكلها. طبعا الميه دي ميه البصل وميه الفول الصويا، وحطيت فيها معلقه صلصه، وحطيت فيها حبه الزيت. تبلي ايدك كده، وده اعملي حته لحمه كوره كده. احنا متفقين ان حاطين الكيس نصه في الغطا والنص التاني هنشكل بيه زي كده. وطبعا البهارات اللي انا وريتها لك لو ما عندكيش نوع منهم موجود خلاص مش اشكال، برضه هتبقى برجر طعمه حلو وكل حاجه ان شاء الله. بس اهم حاجه تضغطي عليها وتحطيها بعد ما تخلصي الكميه، تحطيها في التلاجة مده نص ساعه كده، ربع ساعه، هتمسك شويه تقومي بقى ايه مسويها عادي. اهي وادي واحده تاني اهي يا حبايبي شكلها. وبرده ايه يعني حاجه انتي ضمناها وحاجه نضيفه في البيت. هعمل بقيه الكميه واوريها لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي بصوا منظر البرجرايه تاني. تقومي جايبه بقيه طرف الكيس وتقومي مبططه بيه كده وتفرديها في قلب الغطا. تعالي اوريكي بقى ازاي تحفظيه في الفريزر. تعملي ايه؟ تجيبي عارفه الشنط البلاستيك البيضه، تجيبيها كبيره دي وتقطعيها زي شرايط كده، وتحطي البرجر زي كده. بصي قد ايه الشنطه تعملك ايه شريطين زي كده كبار. تقومي حاطه البرجرايه على طرف الشريط، وتقومي جايبه الكيس كده ثانيه. خلاص انت عملتي فاصل ما بين اللي تحت، وتقومي حاطه الثانيه فوقيها اهي كده. اهي كده تقومي جايبه برضو فوقيها كده، وهكذا لغايه ما الشريط الشنطه يخلص كله، وتحطيها في قلب الفريزر. تبقى روعه روعه، وتقعد زي ما انت عايزه، تقعد مسافه بعيده يعني، لو عايزاها تقعد شويه مرحله كبيره بتقعد. اهي هعمل معاكم واحده تاني اهي. تضغطي عليها بصوابعك، وبعد كده تحطيها بقى ايه في الفريزر، تبقى روعه معاكي. تيجي بقى تستعمليها
بتبقى ما بين كل طبقة وطبقة بيبقى الشريط برضو موجود اهي يا حبيبتي كده. ترجعي برضو تقومي تاني عليها الشريط كده، وهكذا لغايه ما تخلصي كل كميه تقومي شايلاهم في الفريزر وتستعملي براحتك. فبالنسبه للتسويه ما بتعملهاش على جريل ولا طاسه ولا اي حاجه، بترصيها في قلب صينيه، تدهني الصينيه زيت وتدخليها على الشوايه، مفيش دقيقتين الناحيه دي ودقيقتين الناحيه التانيه، خلاص خلصت كده واستوت. وبألف هنا والشفا. واذا كان الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.